مرت الأيام على هذا الوضع لغاية ما جبت آخري، وكل اللي معايا في البيت كمان جابوا آخرهم وتعبوا جدا. وأنا كمان كرهت المكان ومبقتش طايقة أقعد في البيت، فاقترحت على عمي إن أسيب البيت وأنقل عند جدتي. في الأول كان بيرفض، لكن مع سوء وضعي وظن مراته عليه وافق في الآخر. رحت لوحدي لأن أخويا مرضاش يسيب بيت عمي ويجي معايا. الظاهر كده إنه حب البيت وتعود على العيشة فيه. بالمناسبة جدتي دي تبقى أمي. لما رحت لها رحبت بيا جدا وكانت في منتهى السعادة. نمت أول ليلة هناك من بعد قلق كتير من إن أشوف الست المرعبة اللي بتطلع لي دي، لكن لأول مرة من سنين كتير أنام نوم عميق من غير حتى ما أحلم بأي حاجة. قمت من النوم سعيدة ومرتاحة ومش مصدقة نفسي، مش مصدقة إن في ليلة عدت على خير. جت الليلة التانية ونمت، والغريب إن برضو ما حلمتش بيها، وحبيت أشارك فرحتي وأحكي لجدتي على كل اللي كان بيحصل معايا، وإنه اختفى أول ما جيت عندها. فقالت لي على حاجة غريبة جدا عمرها صراحة ما جت في بالي. قالت لي إن مرات عمي ممكن تكون كانت عاملة لي عمل أو سحر عشان تكرهني في البيت